وقعت في حبه من قبل ما تشوفه ورفضته بسبب رانيا فريد شوقي، وأول لما شافته عملت حركة جريئة خلت أمها تقول لها عيب كده قدامه، ووراها النجوم في عز الظهر وصاحب عليها ياما وقرر يخطبها لسبب غريب. وسر انفصالهم بعد الجواز مفاجأة. الكلام هنا عن قصة حب أحمد زاهر ومراته هدى. يا ترى ايه كواليس قصة الحب وليه رفضته بسبب رانيا فريد شوقي؟ اتخطبوا لبعض امتى؟ كل ده وأكتر هتسمعوا معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للآخر. الحقيقة إن قصة حب الفنان أحمد زاهر ومراته هدى أقوى بكتير من قصة حب ليلى بنتهم وهشام جمال. ده قصتهم فيها العجب وتخليك تقول سبحان الله، دي لو مخوية مش هيحصل اللي حصل ده. أحمد زاهر من أول لما ظهر على التلفزيون وهو مجنن البنات كلها بحلاوته وعقله الرزين، وبنات ياما بيحبوه بيتمنوا لو يكون هو جوزهم المستقبلي. وكان من البنات دي بنوتة اسمها هدى وقع في حبه بشكل مش طبيعي، ومن أول لحظة شافته فيها في مسلسل الرجل الآخر. ورغم إن قلبها دق بس عقلها وعينها قالوا لها لأ، شكله مش أحسن حاجة، إيه تسريحة الشعر دي مش حلوة خالص. وكانت في صراع ما بين عقلها وقلبها. وفي يوم أمها كانت معزومة على العرض الخاص لفيلم جنة الشياطين في سينما في مدينة نصر، وخدت معاها بنتها هدى واللي كانت متزوقة وشكلها حلو بس مش في بالها خالص أي حاجة. ودخلت السينما مع أمها وفجأة لمحت الفنان أحمد زاهر واللي كان معزوم برضو على العرض الخاص، ولقت تسريحة شعره عادي جدا وشكله طبيعي مش زي ما كان ظاهر في المسلسل. واكتشفت انه مجرد لوك علشان دوره في المسلسل. وكمان رانيا فريد شوقي اطول منه فعملوا له شعره سشوار علشان يعني يقرب من طولها وما يبانش اقصر منها. وما قالكوش بقى على اللي عملته، وفضلت عينيها عليه رايحة جاية وما بتعملش حاجة غير انها بتبص عليه، ومش بص عادي، لا ده بص يخليك تاخد بالك ان في حد مركز معاك. امها طبعا ما سكتتش وقالت لها عيب كده، اهدي شويه ما ينفعش اللي بتعمليه. بس هي برضو ما سمعتش الكلام وقالت لها انا عايزه اسلم عليه ولازم تروحي وتقدمي نفسك ليه وتقدميني انا كمان معاكي. فخدتها وراحت سلمت عليه وتعرفوا على بعض، وفاتت الايام وبقى اصحاب مقربين بس مش حبايب، لان احمد في الوقت ده كان مصاحب وهي كمان رفضت تعترف له بحبها. قال ايه علشان كرامتها. وفضل احمد زاهر سنه كامله مصاحب هدى، يروح يحكي لها كل مشاكله مع البنات اللي مصاحبهم. تخيلوا انه كان بيتصل عليها الساعة 2 بالليل، واول لما امها تسمع رنة التليفون تقول لها الحقي ده اكيد احمد بيتصل عليكي علشان فركش مع صاحبته. وبعد سنة كاملة على نفس الحال ده كانت هدى فيها متعذبة، وهي اللي بتحبه وبتغير عليه وفي نفس الوقت مش قادرة تبين له حاجة. وفي يوم احمد زاهر قالك الله، انا ازاي عمالة صاحب وارتبط ببنات مش كويسة والبنت اللي مرتاح معاها في الكلام وكويسة معايا سايبها. فهوب قال لها انا عايزة اكمل حياتي معاكي. واتجوزوا وعاشوا حياتهم في سعادة، بس للأسف السعادة دي ما كملتش لأنه تعب فجأة ووزنه زاد واكتئب وقرر ينفصل عنها. وقال لها روحي بيت أهلك، بس هي بنت أصول ورفضت وقالت له أنا معاك في المرة قبل الحلوة. وما رضيتش تمشي من بيتهم حتى بعد ما انفصلوا عن بعض، وفضلت واقفة جنبه لحد لما عدى من الأزمة دي. ولفت الأيام ورجع لها تاني وتأسف لها عن كل اللي عمله ده، وقال لها إنه كان خايف عليها.